اهلا بكم في كورس ال HTML المحاضرة الرابعة في كود فيرس اكاديمي. يا رب تكون محاضرة سهلة عليكم. هنتكلم النهاردة عن ازاي نعمل النصوص اللي هي التيبوجرافي. ازاي نعمل نصوص في صفحة ال HTML. اكوادها سهلة وبسيطة. اول كود فيها كود الباراجراف اللي هو تاج كلوز تاج بي. دي بتعمل باراجراف يعني لو هنكتب هلو وورلد، وطبعا هتظهر هنا معانا. وما ننساش ان عملية الظهور دي جاية من الجو لايف اللي هي دي كده. وكمان مش عايزين ننسى الفايل اوتو سيف عشان كل حاجة تبقى بتتسيف بشكل مستمر. فده اول كود الباراجراف. ولو تلاحظوا ان احنا كل ما هنعمل كود بي هيبدأ يظهر معايا في الصفحة بتاعتي بشكل في صف لوحدها. يعني حتى لو انا كبرت الصفحة كده هتلاقي كل سطر بيجي لوحده. الباراجراف بالنوع بلوك. يعني ايه بلوك؟ يعني مفيش حاجه بتيجي جنبه. طيب كمان عندي في الباراجراف لو انا عملت كده وخدت مسافات بالمنظر ده وكتبت اي كلمه، هنلاحظ ان المسافات ما اتاثرتش في البراوزر. يعني المسافات مش باينه معايا. في كود تاني بقى اسمه بري. كود البري لو انا جيت خدت المسافات دلوقتي وكتبت كلمة هلو برضو، ولو لاحظنا ان انا كاتبها في نفس المسافة بالظبط، هنا المسافة اتحسبت. وبرضو البري من نوع بلوك، يعني مفيش حاجة هتيجي جنبه حتى لو كان كلمة في وسط الصفحة او في سطر لوحدها. البري المسافات اللي عندي بيتم احتسابها في صفحة البراوزر بتاعتي. كمان من ضمن اكواد النصوص عندي اكواد الهيدنج كلها. والهيدنج بتبدا ب H1 اللي هو اكبر هيدنج. وتعالوا نكتب اي كلمه وليكن مثلا الوورلد. ادي دي اول واحده. بعد كده H2 H2 H3 كل دي هيدنج. H4 H5 H6. هنلاحظ ان كل الاتشات عندي هيدنج 1 هيدنج 2 هيدنج 3 هيدنج 4 هيدنج 5 هيدنج 6 بيعملوا عنوان كلهم بلوك. يعني مفيش حاجه هتيجي جنبهم وبيخلي الكلمه سميكه واخده بولد بشكل افتراضي. دي بيسموها اكواد العناوين او تاجات العناوين. كمان من ضمن التاجات اللي عندي وكل ده بلوك. البي والبري والاتشات كلها بلوك. كمان من ضمن التاجات اللي موجوده عندي في بقى التاجات الانلاين اللي هي بتيجي جنب بعض زي تاجة اليو اللي هي اختصار لكلمة اندر لاين. فهنلاقي ان الاندر لاين جت وجت تحتها سطر. ده تاجة اليو اندر لاين تاج. فأي كلام هيتكتب هيجي تحته سطر. كمان من ضمن التاجات الانلاين اللي هي تاجة البي. البي اختصار لكلمة بولد. وتعالوا نكتب كده ادي بولد. فهنلاحظ ان بولد هنا جت جنب كلمة اندرلاين تاج. يعني الاتنين دول ان لاين. يعني ايه ان لاين؟ يعني الكلام بيجي جنب بعضه. زي البولد بالظبط في كود سترونج. سترونج ده برضو بيعمل بولد للكلام، بولد تكست. الكلام اللي هيطلع سميك برضو. طب هتقول لي طب انا هستخدم البي ولا السترونج؟ لا، السترونج بقت هي الافضل وهي الاكثر استخداما وليها معنى دلالي. يعني ايه معنى دلالي؟ يعني محركات البحث زي الجوجل بتدور على الحاجات اللي في السترونج بشكل اقوى وبشكل اكثر كفاءة. لكن المحركات البحث ما بتدورش على البي. يعني انا لو هستخدم في الكود استخدم السترونج اكتر. طيب في كمان، وكل ده خلي بالكم انه اندرلاين. يعني اليو والبي والسترونج كلهم ان لاين يعني بيجوا جنب بعض. كمان عندي الاي. الاي اختصار لكلمه ايتاليك. وايتاليك دي معناها ان الكلام هيجي مائل. زيها بالظبط في ام اختصار لكلمه
emphasis. ودي برضو معناها italic text، يعني كلام مائل. وبرضو inline، يعني الكلام هيجي جنب بعضه. طب هتقول لي طب انا هستخدم الاي ولا الاي ام؟ هقول لك لا، هنستخدم الاي ام لان هي الاكثر دلالة، وهي اللي محركات البحث بتفضلها عن الاي. ممكن احنا نحط كل ده مع بعضه بشكل كده: يو، بعد اليو اعمل بي، بعد البي، اسف، نعمل سترونج، بعد السترونج اعمل مثلا اي ام، ونكتب اي كلمة. هنلاحظ ان الكلمة اللي جت مائلة وبولد وتحتها سطر. وطبعا نخلي بالنا ان الكلام كله جنب بعضه، بس انا عشان الشاشة صغيرة فبيجي تحت بعض. طب افرض ان انا عايز الكلام يبقى باراجراف وفي نفس الوقت واخد كل التنسيقات اليو والسترونج والاي ام. في الحالة دي بعمل كده: بعمل بي اللي هي باراجراف، بعد باراجراف بحط اليو، بعدها مثلا الاي ام، بعدها السترونج، وابدا اكتب الكلام اللي انا عايز اقوله. فالكلام النص اللي هيطلع ده هيبقى عبارة عن نص بولد، اندرلاين، امفيسز او ايتاليك يعني اللي هو مائل، باراجراف. فهنلاحظ ان الكلام طالع بولد، اندرلاين، ايتاليك، باراجراف. وطبعا جه في سطر لوحده ليه؟ لان كلهم محطوطين في البي اللي هي الباراجراف. وناخد بالنا كمان من حاجه مهمه جدا: ان البي هي اول حاجه، اول تاجه اتفتحت هي اخر تاجه اتقفلت. بعد كده اليو فهي اليو اللي بعدها، بعد كده الاي ام، وهكذا. يعني اول حاجه بتتفتح هي اخر حاجه بتتقفل. من ضمن الاكواد كمان اللي بتعمل نصوص في كود اسمه سبان. السبان ده برضو بيكتب نص تكست. ولو خدنا بالنا ان احنا لو قررنا كلمة تاجة الاسبان هتلاحظ ان هي برضو inline، يعني بتيجي جنب بعضها. من ضمن تاجات النصوص تاجة اسمها الليبل. والليبل برضو بنقدر احط فيها نصوص، وبرضو بتيجي. ده كده ممكن نكتب حتى ليبل عشان نفرقها يعني. برضو هتلاقيها انلاين. كل دي تاجات النصوص. طبعا في تاجات تانية كتيرة، بس دي الأكثر استخداما. وهحط لكم في الكومنتات بقية تاجات ال HTML، بس أقل استخداما من التاجات اللي احنا عاملينها دلوقتي. شوفوا في الفيديو الخامس إن شاء الله. ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك. والسلام عليكم.